مين فينا ما بيعرف لعبة روبلوكس اللي منتشرة بشكل مخيف بين المراهقين والأطفال؟ إلها قاعدة جماهيرية جدا كبيرة وبتنافس ألعاب جدا مشهورة. اليوم قصتنا عن روبلوكس وراح نحكي كيف بيتم التحرش بالأطفال داخل لعبة روبلوكس، وراح نحكي كيف روبلوكس أساءت للإسلام. تم إطلاق لعبة روبلوكس ب 2006 وانتشرت بشكل مجنون بين المراهقين بعام 2020 لما كانت الكورونا، كان الكل قاعد ببيته وبده أي لعبة يتسلى فيها. فكرة اللعبة بشكل عام إنه مابات أنت بتقدر تصنع فيها إيش ما بدك، بيوت، سيارات، عمارات. اللعبة بتسمح لك تعمل أي شيء بدك إياه فيها. تقريبا فكرتها مشابهة للعبة ماينكرافت. بصراحة أنا دورت كثير باليوتيوب عن فيديوهات قاعدة بتحكي عن روبلوكس وللأسف ما لقيت، ولكن اللي اكتشفته إنه أي فيديو بيحكي عن روبلوكس فورا بنحذف. عشان هيك إذا بتشوف هذا الفيديو لا تنسى تعمل اللايك، لا تنسى الاشتراك لأنه قربنا نوصل 1500 أخ وأخت. وبسم الله نبدأ. هاي اللعبة وصلت لدرجة الشهرة إنه حملوها أكثر من 383 مليون شخص. فقصة هاي اللعبة مستحيل تكون عادية. زي ما قلت لك قبل انه داخل هاي اللعبة بتقدر انت تبني مبات خاصة فيك، ايا كانت مطاعم، غرف، بيوت، اي شيء انت بدك اياه بتقدر تبنيه. وهاي النقطة بالذات بتنقلنا لنقطة اهم، والنقطة هاي انه روبلوكس هي اكثر لعبة بالعالم بتسيء للاسلام بطريقة مباشرة او غير مباشرة. كان في احدى المبات موجود سجادة جدا كبيرة اول ما تنزل مكتوب عليها اسم الله تعالى، وكان في مساجد، وداخل هاي المساجد كان في شخص جدا طويل، وكان في اشخاص حرفيا قاعدين بيسجدوا له، وكانوا بيعملوا حركات جدا غريبة وكانوا قاعدين برقصوا داخل المساجد. انت هسه تحكي لي هذا ماب وشخص اللي عمله مش اللعبة اللي عملته. راح احكي لك انت كلعبة كبيرة المفروض تراقب اللاعبين اللي عندك، المفروض تراقب كل ماب عندك وشو قاعد بيعمل ولإيش ممكن يسيء. ففي عندك قاعدة جماهيرية جدا كبيرة. لعبة روبلوكس ما وقفت هون، ففي ماب كان اسمه الكعبة، وما بالكعبة هذا اللي كنت أول ما تنزل راح تلاقي مساجد جدا عادية، وراح تلاقي أرض جدا كبيرة خضراء، بعدين راح تروح تتمشى شوي وراح تلاقي الكعبة. ولهون خلينا نحكي إنه الأمور طبيعية وعادي. وإحدى اللاعبين قدروا يعملوا جلitch ويشوفوا داخل الكعبة ولقوا شغلتين، لقوا حمام ولقوا الرئيس أوباما. هاي كانت إهانة واضحة للإسلام. وإذا أنت هسه راح تحكي لي إنه هذول المبات هم الأشخاص اللي بيعملوهم مش اللعبة نفسها، تعالوا شوف إيش عملت روبلوكس. وروبلوكس نفسها أساءت للإسلام. روبلوكس نفسها نزلت متجر، وفي هذا المتجر كان في موسيقى، كان في أواعي، كان في بتقدر تطبع التيشيرت تاعك أيا كان، وكان في صوت موجود عليه أغنية وجزء من القرآن. يلي اول ما تسمع الصوت انت راح تميز الاغنيه من القران بشكل واضح. هاي كانت اساءة مباشرة من روبلوكس للاسلام. وهون بندخل لجزء جدا مهم، استدراج الاطفال. عشان تكون عارف داخل لعبه روبلوكس في ناس فوق ال 18 وفي ناس صغار، وفي ناس مريضين فوق ال 18 بيستدرجوا هذول الاطفال وبتم التحرش فيهم، وببلش انه بدخل معه بالفريق وبحكي له ليش ما عندك هذا السكن، وليش ما بتشحن، وليش ما بتعمل. هو كطفل بده يكون عنده كل السكنات، بده الاشي الحلو، بده الاشي اللي بتجنن اللي يكون عنده. ببلش يحكي له بدك هاي الاشياء وبدك اشحن لك لازم تكون صاحبي، وشوي شوي ببلش يستدرج الطفل وبتم التحرش فيه. وصدقني انا مش قاعد بهبد او بحكي كلام من عندي، لا في مقالات وصحافات حكت عن الموضوع. في واحد اسمه ايان توماس، هذا الشخص قدر يتحرش باكثر من 150 طفل وطفلة، قدر يتحرش باكثر من 150 طفل وطفلة بس داخل روبلوكس. يمكن ما عرفت اشرح لك 100% شو قاعد بصير داخل روبلوكس باستدراج الاطفال، فشوف هذا الفيديو. يدخل ويسوي له شخصيه ويلبسه لبس ويبدا يشتغل على قريه او العالم حقه. العاب العالم المفتوح هذه تخلي اللاعب او الطفل يتصل مع اي شخص يلعب اللعبه هذه. اللعبه تعطي الطفل بالبدايه تخليه كل شيء مجاني الين يسوي الاساسات ويتعلق باللعبه، بعدين من هنا يجي الدفع. تبي سكن جديد ادفع، تبي تنزل الخريطة الجديدة ادفع. من سنة ونص تقريبا أو سنتين صاروا يدخلون على اللعبة ناس كبار بالعمر فوق 18. هدفهم واضح وصريح، يستدرج الطفل شوي شوي لعالمه، يبدأ يتكلم معه، يضيفه عنده على أساس أنه صديقه، يسولف معه وليش هذا مطور وليش سكنك قديم، تبي أشحن لك، خلنا نصير أصدقاء ونلعب مع بعض. بعد ما يبدأ الشخص هذا باللعب مع الطفل يجسنا. هسه بدنا ننتقل من نقطة لنقطة. هون راح نروح على مبات جدا مقززة. في مبات اسمها كانت، وداخل هاي المبات في غرف وفي أسرة.
عشان تدخل هاي المبات مش لازم يكون عمرك بلس 18، لازم يكون عمرك 45 سنة وبس تدخل تبرز شهادته فاتك. حرفيا اللي بصير داخل هاي المبات خطر انه الاطفال حتى يشوفوه او يعرفوه بهذا السن. بكل بساطة هاي المبات انه بكونوا اثنين نايمين على التخت والاثنين بيطلعوا اصوات. بديش اتعمق اكثر بالموضوع، لكن انت فهمني وفاهم شو انا قصدي. اللي فيه صحف ومقالات حكت عن الموضوع، حتى البي بي سي حكت عن الموضوع. لكن BBC استطاعت مشاهدينا أن تكشف محتوى جنسيا يقوم به بعض المستخدمين يطلق عليه اسم كوندورز. داخل تلك المساحة في اللعبة يمكنهم الحديث عن الجنس وكذلك ممارسته افتراضيا أمام الآخرين. داخل تلك المنطقة لن تجد أي من قواعد السلامة التي هدفي من الفيديو اني اوعيك عن اللي بصير داخل روبلوكس، لانه ممكن اخوك الصغير او حتى اختنا الصغيره تتعرض للتحرش داخل روبلوكس، تتعرضوا لانهم يعرفوا شغلات غلط انهم يعرفوها بهذا السن. انت هسه مهمتك انك تحميهم من هاي الاشياء. بس كان معك داود كرامه. اسف اذا الفيديو كان جدي شوي اليوم، ولكن الموضوع كان لازم ينحكى عنه. بس اذا بتشوفني اول مره وبتحب تشوفني كمان مره بقى اشترك في القناه. في امان الله.